السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى النهارده نعمل احلى فخدة. بصي عاملة ازاي، مش مستحملة. بصي تحفة. والخضار طبعا كنا عاملين تحتيها كده، ريحتها بقى تحفة. يلا بقى جربيها وقولي لي ايه رأيك. معايا هنا فخدة انا مقطعاها كده من الجناب، عاملة لها فتحات كده. ومعايا البهارات طبعا، معايا ريحان ومعايا روزماري ومعايا توم مقطعاه وعصير ليمون، والبهارات كلها اللي عندك حطيها. معايا توم باودر وبصل باودر، معايا صويا صوص ومعايا زيت. هجيب بقى طبق كده واحط فيه عصير الليمون، وهنزل بقى عليه معلقه كبيره من الصويا صوص. عايزه اقول لك بقى التتبيله دي في اي مشويات تحفه. هنزل بقى عليهم بمعلقتين من الملح، توم باودر، بصل باودر، من كل حاجه معلقه صغيره، بابريكا. بدل بقى ما نشتريها ونطلبها بقى من المحلات الكبيره وكده، لا طب وليه؟ طب ما احنا نعملها في بيتنا وبتكاليف اقل. معلقه بقى من الفلفل الاسود، معلقه من القرفه وجنزبيل، ومعلقه من الروزماري، معلقه من الريحان. وافرك كده شويه عشان الريحه بس كده، ومعلقه من السبع بهارات. وهنزل بقى بفنجان من الزيت، واقلب بقى كده التتبيله دي كلها كده مع بعض. عفوا. هنزل بقى بالتتبيله كده في الفتحات بتاعت الفخده، وبايديا كده بقى ودعاكي بقى وشم الريحه. بص عامله ازاي، ريحتها تحفه. الله الله الله. لو عندك بقى عزومة وعملتيها بقى تشرب سفرتك كده، جميلة جدا بنفس التتبيلة كده، مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا انا هنا مقطعة كام فص توم شرايح كده، واغرزي بقى الايه، التوم في الفتحات اللي احنا فاتحينها، بيدي ريحة وطعم جميل جدا جدا. بس كده هشيلها بقى على جنب كده، وفي نفس الصاج بنفس التتبيلة اللي انا عملتها هكون مقطعة شوية خضار. وهنزل بقى بالخضار كله، جزر وفلفل وبطاطس وبصل وطماطم، واحط بقية التوم، فصوص التوم، وهنزل بايه بباقي الخلطة. واقلب بقى الخضار كده، الله ريحته جميلة جدا. هجيب بقى الفخدة بتاعتي كده وايه واحطها على الخضار. وعندي هنا شوية كرفس انا مخزناهم في الفريزر، بيخلي طعمها حلو وريحتها احلى واحلى. وهشيل بقى الفخدة واحطها كده بالراحة. اللهم صل على النبي. بس كده، حتة بقى زبدة صغيرة يعني، ما تحطيش كتير، بيستكفي طبعا الدهون اللي هي هتنزلها. معايا هنا ورقتين من الزبدة، احطها كده على الفخدة عشان ورق الفويل ما يجيش على الفخدة. وهجيب بقى ورق الفويل واحكم الايه الصاج بالورق الفويل كله، يعني ما اخليش اي فتحة باينة. والله عايزة اقول لك ريحتها قبل ما تتعمل جميلة. الخلطة ديت والتتبيلة دي جميلة جدا. هنحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد بالظبط ساعتين. ويا حبايبي بعد ما اتعملت، مش قادرة بقى اوصف لك على الريحة، والله ريحتها تحفة قلب الشقة. اللهم صل على النبي. والخضار بصي استوى ازاي، والموزة كده مش مستحملة. مستعملة ازاي، الله الله الله، دايبة دوب. بصي، يلا بالهنا والشفا بقى اعمليها بالطريقة ديت وقولي لي ايه رأيك. ايه رأيك بقى؟ اتمنى يا رب تجربوها، متنسونيش بقى باللايك والشير. يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، ونشوفكم على ألف خير في رعاية الله حبايبي.